إذا كانت إشراقة فصل الربيع فيه متعة للناظرين، فإنه بالمقابل يفتح باب المعاناة للمصابين بالحساسية الموسمية. أحمد الذهبي لاعب فريق هلال الناظور لكرة اليد لم يكن يدري أن تدريبه بغابة المعمورة ستكون مدخل إصابته بالحساسية منذ 7 سنوات، داء تتفاقم حدته بعاملي الرطوبة والتلوث المنتشرين بكثرة بالناظور. مشيت عند اختصاصيين وكذا، قالوا لي ودي عندك مشكل ديال الحساسية ضد الشجر، ضد الربيع وضد الكليمه هنا ديال البحر. وباش يخرجوا لي التريتمون قالوا لي ودي راه ما عندكش يعني ضيقه ولا راه عندك حساسيه ديال الشجر وديال الربيع بصفه عامه. وقالوا لي خصك تستعمل الرابوز. خرجوا لي الرابوز باش نعاون به. ملي تجيني ديك الحاله تندير الرابوز عاد ترجع شويه. صعيب الانسان انه يتشافى في الناظور، خصوصا ان نسبه الرطوبه يعني مرتفعه بزاف. اذا الانسان يعني خصو يضطر انه يمشي لشي مدينه اللي ما فيهاش يعني نسبه ديال الرطوبه عاليه، نقدر انه يعني يكون مزيان. بالنسبه انا الحمد لله يعني تعافيت من خلال يعني الزياره ديالي المتكرره للاطباء في هذا المجال هذا. وزيارة الطبيب أمر مطلوب لتشخيص المرض الذي يصيب حسب بعض الدراسات 10% من سكان المغرب، وينصح المرضى بالتحقق أولا من الأعراض المؤكدة لوجود الحساسية عبر تحاليل لمعرفة نوع النبات الذي يسبب أعراضا مثل الدموع وسيلان الأنف. الأنف يعني حينما تدخله هذه الأجسام الغريبة كبقايا القراديات أو بقايا غبار اللقاح، يعني تكون هناك مقاومة نوعا ما، وأول مكان تقع فيه هذه المقاومة وهو الأنف. تأتينا أعراض مثلا سيلان الأنف، انسداد الأنف، وربما حتى بالحنجرة يقع هناك، وفي بعض الأحيان يقع سيلان في الأعين. ورغم أنه لا يوجد علاج فعال يقضي على سبب الحساسية الموسمية تماما، إلا أن الابتعاد عن مسبباتها وتناول الأدوية يحدان من تفاقم المرض. مثلا إذا كانت حساسية عنده مثلا النوار، يعني أشياء أخرى يجب أن يتجنبهم كبداية. ومن طبيعة الحال لا بد من الإضافة إلى هذا شيء من الدواء، وربما حتى المعالجة الأصل ديال المرض عن طريق الحقن. للتذكير، فكلما تكاثر النبات في فصل الربيع عبر نشر لقاحه الذي ينتقل من نبتة إلى أخرى، ينتشر هذا اللقاح في الهواء ليصبح من السهل استنشاقه من قبل الإنسان، وهو ما يتسبب في ظهور أعراض الحساسية الموسمية عند كثير من الأشخاص.